المحترف ممدوح عباس منزل بوست على صفحته للاستاذ احمد دياب وكابتن محمود الخطيب، وكاتب على البوست: ليه يا كابتن ممشيني ورا؟ ده انا اللي جبت لك الدوري. عيب يا كابتن ممدوح تنزل بوست زي كده. اولا الاستاذ احمد دياب رئيس الرابطه كان بيطبق اللائحه، ومحدش جاب الدوري للنادي الاهلي الا لعيبه النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي، اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي هو مع عماد النحاس كسب 6 مباريات متتاليه. اوعى تقول لي ان في حد جاب الدوري للاهلي غير لعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اللي كانت ورا لعيبته في كل الماتشات، ما سابتش النادي الاهلي ابدا ولا سابت لعيبته، واداره النادي الاهلي اللي كانت بتساند كل دوت. اوعى تقول لي ان مثلا احمد دياب جاب الدوري للاهلي، اوعى تقول لي ان المحكمه الدوليه الكاس جملت النادي الاهلي وقالت لك لا يتم اعلان بطل الدوري عادي، اللي يكسب الماتش الاخير سواء بيراميدز كسب او النادي الاهلي تعثر خلاص اعلن الدوري، انما لو الاهلي كسب اعلن الاهلي بطل الدوري. وجاي دلوقتي منزل بوست يعني عايز تعكر فرحه النادي الاهلي وفرحه الاهلاويه، وكاتب ان احمد دياب هو اللي جاب الدوري، وبتعتب بتقول لاحمد دياب ليه ماشيني وراك يا كابتن محمود. اولا كابتن احمد دياب راجل محترم، لا كابتن خطيب جنبه قال له اتفضل يا كابتن عشان يعدي بالممر، عشان كابتن استاذ احمد دياب النائب راجل محترم، راجل عارف يعني ايه قيمه الاسطوره محمود الخطيب. ده انت حتى لو ماشي جنب الكابتن محمود الخطيب اقول له اتفضل يا كابتن، ده اسمه ادب واحترام. مش انت ليه ماشيني ورا؟ ده انا اللي جبت لك الدوري. انت عارف والزملكاويه كلها عارفين والناس كلها عارفه ان النادي الاهلي كسب الدوري عشان عنده جمهور وراه، عنده روح الفانلة الحمراء، عنده الاهلي بيكسب حتى في اخر دقيقه من الوقت الضايع، ما بيفقدش الامل. اوعى تقول ان في حد جاب الدوري للنادي الاهلي، النادي الاهلي جاب الدوري عشان عنده لعيبه موتت نفسها. شوف امام عاشور كان بيعمل ايه في ماتش بيراميدز وكانت اخر كوره، والراجل كان خد الكوره من عند الشناوي لحد الجون بتاع بيراميدز. دي عباس اللي انتوا ما تعرفوش، خد مني المعلومه، كان عامل مكافأة 50,000 جنيه للي من فريق فاركو لو هم كسبوا ايه الاهلي. قال لك اللي هيحقق هدف الفوز على الاهلي بلعيبه فاركو هديله مكافأة 50,000 جنيه. وكان واعد شيكا حارس مرمى فاركو اللي هو اتطرد عشان سوء النوايا، كان وعده قال له لو شباكك فضلت نظيفه وما دخلش فيك جون هديك 50,000 جنيه. شوف الحقد، ويا ريت هيصرف كل دوت عشان خاطر الزمالك ياخد الدوري. لا، ما هو كده كده الزمالك الثالث مش هياخد الدوري، ده هو كل ده عشان خاطر بيراميدز ياخد الدوري. هو عنده اي فرقه تاخد الدوري الا النادي الاهلي. ليه؟ عشان بيكره النادي الاهلي. ليه يا كابتن ممدوح؟ يعني مش عارف ليه كره ده للنادي الاهلي. وبرضه اقولها لك تاني، النادي الاهلي كسب الدوري عشان لعيبته، عشان جمهوره، عشان اداره ناديه. ما بتقوليش بقى احمد دياب، ما تقوليش محكمه الدوليه الكاس، ما تقوليش اي حاجه تاني، لان ما حدش هيصدقك.